أهلا بكم يا أصدقائي. كلنا تابعنا فاطمة بنت السيد عثمان والمنافسة الثنائية عليها ما بين ساروجا ويوسف. يا ترى فاطمة هتختار مين؟ شفنا محاولات ساروجا ويوسف المستمرة للفوز بقلب السيدة فاطمة. في البداية حاولوا يقدموا لها الهدايا في مشهد جمعهم التلاتة، لكن فاطمة رفضت. فحاول ساروجا ويوسف يظهروا مهاراتهم في الرماية قدام فاطمة، لكن فشل الاتنين. بالعكس، فاطمة أثبتت إنها محاربة موهوبة وقدرت تظهر مهاراتها. فحاول ساروجا ويوسف إظهار شجاعتهم في القدوم مع السيد أروهان لإنقاذ هوليفيرا. كل المحاولات دي وضحت شخصية فاطمة وإنها مش فتاة سطحية، بالعكس هي عايزة محارب قوي شجاع موهوب ما يقلش عن إخواتها أروهان وعلاء الدين. ولو جينا دورنا على مين ينطبق عليه المواصفات دي يا أصدقائي، هنلاقي الأقرب هو المحارب ألباي حفيد سونجورتكين عم السيد عثمان. فهو محارب قوي وشجاع وموهوب، وكان أول محارب قرر يروح مع السيد أروهان لإنقاذ هوليفيرا. وشفنا قوته ومهارته في إنقاذ السيد عمر من جنود القائد لوكا. هل هنشوف بداية التقارب والانجذاب ما بين فاطمة وألباي الحلقات الجاية؟ ده اللي هنعرفه قريب إن شاء الله، تابعونا.